نتيجة عادلة بكل المقاييس، مباراة من وجهة نظري وان سايد جيم، ونقدر نقول حاليا باي باي مارسيل كولر، باي باي كولر، باي باي بعد اللي انت عملته مع النادي الاهلي. اللي من وجهة نظري كان في السنة ديت نسبة حظ انك توصل لنص النهائي بالوضع اللي احنا شفناه دوت، فده طبعا نسبة حظ. انت كمدرب انت قدمت سنة واحدة مع النادي الاهلي اللي انت جيت فيها، بعد كده وما شفناكش، بعد كده انت ذات نفسك مش عارف انت مين. يعني انت جيت بقيت في المطوشه الكبيره في السنه اللي فاتت ديت، او من اول السنه اللي فاتت دي لحد دلوقتي انت بترعش. المطوشه الكبيره بتخرف، تلاقي نفسك بتهبل في التشكيل، فمش ده مارسيل كولر. نتيجه عادله من وجهه نظري، لان الاهلي وسط جماهير 80,000 مشجع، الاستاد متجبس كله، والجماهير من اول دقيقه لاخر دقيقه صوتها اتنبح وتعبت من كتر التشجيع، وانت واقف على الخط في دنيا تانية. تشكيل وحش، تشكيل مش صح، مقعد وسام وبن شرقي بره، قفشه اللي هو كان بينزل مفتاح حلول ليك كتير، انت بقالك كام ماتش مستبعده اصلا. فحته انك واقف على الخط اسمك مدرب، انت فعلا واقف على الخط اسمك مدرب فقط لا غير، لكن دراسه للماتش اللي قدام منك ودراسه للفرقه اللي قدام منك انت ما درستش. انت كنت ساقط في الدراسه تقريبا، عشان خاطر يجي صن داونز الشوط الثاني مسكك حرفيا. الشوط الثاني يخلص 4-1، مش 1-1 خالص، 4-1 3-1 يا عم. غير البيلين رسمي، اللي هو اي اهلاوي قبل الزملكاوي شافه قال لك لا دي بيلين، والحكم ربنا نفخ في صورتك وخلاه ان هو ما يحسبهاش. فانت مش تتعلم بقى وتامن، لا ده انت بتزود المبلتين، تنزل وسام ابو علي بدل ما تامن دفاعيا وبدل ما تعدل من تشكيلتك، فانت منزل وسام ابو علي مش هيعمل حاجه. انت عايز تهاجم في نفس الوقت انت مش عارف تطلع بالكوره اصلا، انت لعيبتك بتشلت، انت مش دارس، مش عارف تعمل ايه، انت ذات نفسك واقف مش عارف تعمل ايه. فالطبيعي اللي انت موصله للعيبه ان هي كمان مش عارفه تعمل ايه. اللعيبه واقفه، انا الكوره بتجيلي انا بشلت، فتروح لصن داونز فيبتدي يعمل هجمه عليا، وهكذا طوال 97 ولا 98 دقيقه هذا الوضع هو. بصراحه اقدر اقول دلوقتي باي باي، لان محمود الخطيب اعتقد بعد الماتش ده هيجتمع بيك، تعالى يا حبيبي انت ليك ايه 1 2 3، هتاخدهم على قد كده او هتاخدهم دلوقتي، اتكل على الله، يبتدوا يشوفوا مدرب جديد عشان خاطر كاس العالم للانديه. عشان انت بالوضع ده لو رحت مع الاهلي كاس عالم للانديه، فالاهلي لو اتعادل ماتش هتلاقي فرح، هتلاقي فرح في الجزيره، وهتلاقي الناس بتهيص على الوضع اللي احنا شفناه معاك دوت. مارسيل كولر قدم اداءات مع النادي الاهلي، قدم، بس الكام سنه اللي فاتوا غير السنه اللي احنا فيها دي، عشان السنه اللي احنا فيها دي هو تقريبا كبر وخرف بالمعنى الاصح يعني. فدي نتيجه او تراكمات من وجهه نظري. الكام ماتش اللي فات انت ما تستحقش توصل نص النهائي بالاداء والشكل اللي احنا شفناه للنادي الاهلي، ما تستحقش، بس ربنا نفخ في صورتك وعديت. سان داونز في النهائي لحد دلوقتي ما نعرفش هل هي هتبقى نهائي مصري جنوب افريقي ولا نهائي جنوب افريقي خالص، لحد دلوقتي ما حدش يعرف. بس اللي من وجهه نظري بيراميدز مقدمه موسم استثنائي في كل حاجه، واصله نهائي الكاس، مصدره جدول الدوري، على بعد خطوه بتوصل نهائي افريقيا، فاعتقد ان هي الاولى ان هي توصل نهائي افريقيا مع صن داونز. النادي الاهلي حاليا دلوقتي هيبتدي يدور على المدرب بدل مارسيل كولر، اللي خلاص رسمي نقدر نقول له باي باي، ونبتدي يدوروا على مدرب يبتدي قدامه شهر ونص يلحق فتره اعداد فيها ان هو يشوف اللعيبه ويقدر ان هو يحكم على اللعيبه بسرعه عشان خاطر كاس العالم للانديه. اللي من وجهه نظري دلوقتي الاهلي ما قداموش غير الدوري، ويعتبر كاس العالم للانديه فقط لا غير، واعتقد ان ممكن يبقى موسم صفر للنادي الاهلي، ما قداموش غير الدوري بس. الكاس وهو اوريدي منسحب منه السنه اللي فاتت فمتعاقب فمش هيخشوا، الرابطه وطلع منها، افريقيا طلع منها، مفيش قدامه غير الدوري بس.